السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وحدة منكم. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم سلو او تقاوت او سفوف على حسب كل منطقة وشنو كتسميه. غادي نحضروا هذا السلو بمكونات بسيطة وطريقة بسيطة وبطريقة صحية 100% ان شاء الله. ما فيه لا دقيق ابيض لا سكر لا اي نوع من الدهون. بقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. عندي في المكونات 250 غرام زنجلان مغسول ومنقي ومحمر شويه في المقله. عندي 250 غرام ديال اللوز حتى هو حمرته واحد شويه في الفران. عندي معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه منقيين حتى هما ومطحونين مزيان ومغربلين. وعندي هنا الخروب كما كتشوفوا هو اللي غادي نستعمل في بلاصه الدقيق الابيض. غادي نمسحوه مزيان وغادي نقيه من البذور ديالو لانهم صعب يطحنوا في الماكينه، ونغربلو مزيان باش ما يبقى فيه حتى شي شوائب، ونطحن اللوز حتى يتزيت والزنجلان حتى يتزيتوا، ونعاودو نطلقوه باش نجمعوا المكونات. من بعد ما طحنت الخروب خديت منه 100 غرام. كما كتشوفوا هنا طحنت اللوز وطحنت الزنجلان مزيان حتى تزيتوا، زدت عليهم الخروب. عندي هنا زليفه صغيره ديال الزنجلان صحيح وزليفه صغيره ديال اللوز مهرمش، نافع وحبه حلاوه والعسل باش نحليه. غادي نجمع المكونات اللي عندنا مره واحده. عندي هنا النافع وحبه حلاوه، نضيف اللوز مهرمش، الزنجلان، ونحلي بالعسل. دائما الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. مهم في العسل انكم تستعملوا شي ماركه خفيفه بحال الليمون ولا بحال عسل الخروب او عسل الازهار. المهم ما يكونش ديك الماركه اللي مجهده بحال الدغموس والزعتر، كيكون المذاق ديالهم غالب عليهم. صافي غادي نجمع هاد المكونات نبقى نعجنهم بشويه بشويه حتى يتجمعوا. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، كنرملوهم مزيان. جاني هاد الطبسيل مضيق غادي نبدلو، غادي نجيب القصريه باش نعجن مزيان. نجد القصريه هنا باش نتحكم في الخليط مزيان ونعجنو مزيان مع بعضياته. هنا دقتو جاتني الحلاوه ديالو ناقصه شويه، غنزيد مازال واحد 2 معالق ديال العسل ونعاود نعجنو حتى يتجمع. كتشوفوا المعلقه الاولى، المعلقه الثالثه هذه ماشي الاولى، وها الرابعه، يعني اربعه المعالق اللي كفاوني في هذا المقدار. ونكمل العجين ديالي حتى يتجمع. كما كتشوفوا انا ما حدي كنعجنو هو كيتعلق. صافي غادي نجمعو دابا وغادي نحطو في طبسيل، نديرو على شكل دائري اولا شكل مربع، نزينو بشويه اللوز ونطلقوه في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرت معكم بطريقه صحيه 100%، ما فيه حتى شي مكونات غير صحيه. كما لاحظتوا انا درت مكونات قليله ودرت غير 100 غرام ديال الخروب، لان الخروب ناشف. الا ضفتوا كميه كثيره من الخروب ضروري غتزيدوا ليه شي حاجه من الدهون، يا اما زيت بلديه يا اما الزبده. انا درت كميه قليله باش ما نحتاجش الزيت. كنتمنى يعجبكم السلو اللي حضرت معكم اليوم.
شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.